السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا، يا صباح الورد على حضراتكم. صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. تعرفوا إن رجول الفراخ اللي احنا بنرميها وبنقرف ناكلها حلوة جدا جدا، حلوة جدا جدا، مش عايزة أقول لكم جدا لغاية فين. أولا بتشيل الأنيميا. معقولة؟ والله العظيم. يعني لو عندك طفل عنده أنيميا اعملوا له رجول فراخ، بتشيل الخشونة في الركب. كمان قالوا له والله جربوها كده. ايه كمان؟ بتزود نسبة الكالسيوم عندك. يعني الناس اللي رجلها بتوجعها كل رجول فراخ كتير. بتقوي الظهر، بتخفف آلام الظهر. الناس اللي دايما ظهرها بيوجعها بتخفف آلام الظهر، بتقوي الأعصاب. كل ده من رجل الفرخة اللي احنا بنرميها. ما انتش ترميها. دايما تيجي تجيبي فرخة، وصي بتاع الفراخ يحط لك الرجول واسلقيها وكليها. عظمة، مش عايزة اقولك. عظمة. طيب ايه تاني بيأثر على الرجلين؟ تعالوا بقى كده نرجع للناس بتاعت زمان اللي كانت بتتعافى وبتاكل كويس وبتتغذى كويس فكانت صحتها حلوه جدا. دايما كنا نقول ايه؟ الجيل مختلف عن الجيل. يعني الجيل الجديد دايما صحته مش كويس، والجيل القديم احسن. كل جيل بتلاقي الصحه بتقل. طب ده ليه؟ ما سالناش نفسنا السؤال ده. علشان دايما بنتجه للحاجات المعلبات، بنتجه للحاجات الدليفري والاكل اللي بره والكلام ده. وكل ده يا جماعه بايظ والله. ما فيش عند اولادنا مناعه خالص اطلاقا. نرجع تاني بقى لبتوع زمان اللي كانوا بياكلوا الخضار وكانوا بياكلوا الفاكهه وكانوا بياكلوا يشربوا لبن والكلام ده كله. كل الحاجات دي بتضيف مناعه وكمان حاجات حلوه جدا لصحتك. تعالوا نتعرف بقى ايه الفاكهه اللي ناكلها وكل حاجه مخصصه لايه او الخضار. تعالوا بينا. التين اولا بيحافظ على قوه العظام. كلتي تين كتير بتحافظي على ان جسمك يكون قوي وعظمك كويس جدا. الناس اللي بتشتكي من الام العظام، الناس اللي بتشتكي من القلب او كتره زياده الكوليسترول في الجسم او اعصابها مش كويسه، كلي رمان. الرمان ده يا جماعه مش عايزه اقول لكم فاكهه الجنه. صح، حقيقي هي فاكهه الجنه. زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا هي فاكهه الجنه. ايوه هي فاكهه الجنه، تحفه. انا مش عايزه اقول لكم الرمان ده فيه ايه. الرمان ده فيه فايده يا لو قعدت اذكر لكم من دلوقتي لغايه ساعتين قدام مش هيكفي. صدقوني جميل جدا. هاتيه فرطيه واكليه لولادك بالمعلقه. والله يا جماعه تحفه 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 تحفه. في كل حاجه، بيروق كل حاجه، بيشفي كل حاجه. انتوا عارفين الماده البيضاء اللي جوه الرمان اللي احنا بنرميها؟ القلب بتاع الرمانيه نفسه. الناس اللي بتشتكي من جرثومه المعده، من تعب في المعده، من تعب في القولون، كليه هيروقني. جربيها وادعي لي دعوه من قلبك. الحته البيضه اللي جوه دي ما ترموهاش، ما ترموهاش. ما بالك بقى الرمان جوه بيعمل ايه؟ ما بالك قشرته بتعمل ايه؟ عظمه. سبحان الله، خلق لنا حاجات حلوه جدا بجد بجد واحنا مش عارفين قيمتها. العنب مفيد جدا للدماغ. لما في ناس كتير جدا لما بتاكل العنب تقول لك ايه؟ انا حاسه ان انا صحصحت، حاسس ان انا دماغي كده مركزه. العنب دايما بيشتغل على النقطه دي، بيشتغل على الدماغ، بيشتغل ان انت بتخلي مودك حلو. السكريات اللي في العنب بتخلي مود الانسان حلو. طيب عايزين حاجه تحوش السموم من جسمنا. الليمونايه اللي انت مستقليه بيها صغننه ده اهي فيها فوائد كتيره جدا. الليمون بيشيل كل السموم اللي في الجسم. كل يوم لو عملتي ولادك كوبايه عصير ليمون فريش كده حلو طازه، حطيلهم عليه مكعب تلج واديتولهم يشربوه، يا سلام يا سلام على العظمه. يا سلام كده على الهدوء اللي هم بيشوفوه بعد ما يشربوا كوبايه الليمون والغذاء اللي بيشوفوه. مش عايزه اقول لك والله فيتامين سي تحفه. جربيه. ودايما اتجهي للحاجات الطبيعيه. الناس اللي عايزه تخس كلي تفاح. التفاح حلوه جدا للتخسيس. التفاح يا جماعه حلو جدا جدا للتخسيس. طيب الناس اللي بتشتكي دايما من تعب المعده كلي كمثرى حلوه جدا لالام البطن وكمان المعده، وبتروق المعده كويس جدا. ايه تاني يا لولو؟ قولي لنا حاجه بتشحن جسمي بالطاقه. التمر ده مش عايزاك تستغنى عنه في بيتك خالص. التمر ده حاجه كده ربانيه كده، مش عايزه اقول لك على الفوائد، على الطاقه اللي ابنك او بنتك او انت شخصيا بتاخديه لما بتاكلي التمر الصبح كده وكوبايه اللبن. يا سلام يا سلام يا سلام.
ما شاء الله. سيبنا من الاكلات اللي هي بتتعب، سيبنا من الزيوت، سيبنا من الحاجات المقليه، نرجع تاني للفاكهه، نرجع تاني للخضار. ركزي كويس جدا في لانش بوكس ولادك على الفاكهه، ركزي في لانش بوكس ولادك على الخضار، اكليهم وشربيهم عصير في البيت فريش، اكليهم حاجات طبيعيه، حاجات حلوه. ان شاء الله هتبقى صحتكم كده، مش هنحتاج نروح للدكاتره، وهنرفع المناعه وهنشيل الانيميا ونبقى زي الفل. يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وسعاده، يا رب دايما في احسن حال. دمتم في رعايه الله. ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.